كيكة الإسباجيتي هو نفسه الإسباجيتي بس غيرنا في طريقة التقديم. أحتاج زيت زيتون مع بصل، أضيف عليه الثوم واللحم المفروم، أحمره مع بعض مظبوط. بعدين أضيف عليه الملح والأوريغانو والبهار الإيطالي والفلفل البابريكا وشوية فلفل قرون وملعقتين صلصة والطماطم، وأستمر بالتقليب لحد ما تتسبك. أضيف عليها روزماري، بعدين أغطيها تتسبك 10 دقائق على نار هادية. أبدأ أسلق المكرونة في زيت زيتون وملح. أنا حابة أني أنا أسلق المكرونة إلين لما تستوي بالمرة. أضيف عليها من موية المكرونة بعد ما أكون ضفتها على الصلصة، أتركها تتسبك 10 دقائق وأحطها في صينية دي نفسها صينية التشيز كيك. أحط عليها جبنة وبهارات إيطالية، تروح على الفرن مدة 20 دقيقة. أحمرها من فوق، أتركها تبرد، وبعدين ممكن أرجع أحميها وقت التقديم وأقدمها حارة ولذيذة وبالعافية.